بسم الله الرحمن الرحيم. ولسه مكملين مع بعض سلسلة وصفات دي الحبة الكاملة. عملنا كذا وصفة مع بعض موجودة عندي على القناة. النهاردة إن شاء الله هنعمل القراقيش بعجوة بطريقة جديدة ومميزة جدا. هتشوفوا ازاي بعجينة واحدة ممكن تعملي أصناف كتيرة جدا. يعني تقريبا كل النواعم ممكن تعمليها بنفس العجينة. يعني كحك العيد، قراقيش بعجوة، قراقيش سادة. يعني وصفات كتيرة جدا تقدري تعمليها بنفس العجينة. نسمي الله ونبدأ كده إن شاء الله الخطوات مع بعض. معايا نص كوباية من المية الدافية، ضفت عليها معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، ممكن تستبدلي السكر بعسل. ومعلقة كبيرة من دي الحبة الكاملة، وقلبتهم كده مع بعض كويس جدا وبسيبهم على جنب عشان يختمروا. نجهز طاسة وننزل بنص كوباية من الزيت، تقدري طبعا تستخدمي سمنة أو زبدة. وضفت هنا كوبايتين من دقيق الحبة الكاملة. بقلبهم الأول على البارد وبعد كده برفعهم على النار، وبفضل أقلب في الدقيق حوالي 5 دقايق بالظبط. هنلاقي كده الدقيق بعد ما كان متكتل بدأ يفك ويفلفل كده. بنزله بقى في طبق يعني عشان يبرد. ومعايا هنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من الخل. طبعا احنا عارفين البيكنج باودر بيتفاعل مع الخل وبيعمل فوران. هننزل بخليط الخميرة والمية ونقلب العجينة. بلاش برضو نعجن فترة طويلة. هنلاحظ هنا ان العجينة طرية شوية، طبعا كل نوع دي بيختلف عن التاني. شوفوا لما جيت اشكلها حسيت ان العجينة طرية شوية، فضفت هنا ربع كوباية من الدقيق. طبعا بتزودي على حسب ما العجينة تحتاج. شو بقى العجينة بقت متماسكة اكتر وناعمة جدا. ضفت هنا حوالي معلقة كبيرة من السمسم المتحمص وقلبتهم كده في العجينة. بلاش برضو نبالغ في العجن. شو بقى بختبر العجينة هنا، شوفوا ناعمة ازاي، وتقدري تشكليها بحاجات كتيرة قوي، يعني زي الكحك اللي منقوش، وممكن تعمليه كده سادة منقوش برضو. يعني ممكن تعملي بنفس العجينة وصفات كتيرة جدا. هنغطيها بقى ونسيبها على جنب ونجهز العجوة. دول تقريبا 300 او 400 جرام من العجوة. ضفت عليها معلقة كبيرة او معلقتين من السمسم المتحمص، وبدأت اعجنها بالشكل ده لحد ما تنعم معانا. طبعا تقدري بقى تعملي القراقيش بالطريقة العادية خالص اللي انت متعودة عليها، او بالطريقة اللي انا اعملها. بصراحة دي برضو طريقة سهلة قوي. انا بجيب صينية وببدأ احط فيها كيس بلاستيك بحجم الصينية، وبفرد العجوة. بغطيها طبعا بكيس عشان تبقى سهلة معانا واحنا بنفردها. شو بساوي الاطراف كويس. نفس الصينية بعمل فيها العجينة برضو. يعني أنا بشيل العجوة كده بالكيس وأحطها على جنب، وبدهن الصينية بالزبدة وببدأ أفرد العجينة. شوفوا بتتفرد بكل سهولة، ناعمة جدا. بغطاها بكيس وببدأ أفرد كده بالفرادة عشان أنا عايزة طبقة تكون رقيقة مش سميكة، عشان تبقى كده ناعمة مع العجوة. بساوي الوش كويس جدا. وببدأ برضو أساوي الأطراف عشان لو جزء من العجينة على الحرف الصينية أساويه كده مع باقي العجينة. الجزء التاني يعني تقريبا النص. الصينية ديت مقاسها 30 في 40.
وبصراحة طلعت حلوة جدا، والطبقة كده رقيقة، مش عايزاها طبقة سميكة. شو بتتفرد حتى من غير اي حاجة، بتتفرد بكل سهولة. بس بصراحة الفرادة ميزتها ان هي بتخلي الوش كله نفس المقاس، ما بتبقاش كده حتت مرتفعة وحتت منخفضة. بسوي بقى الوش كويس جدا، وبشيل الكيس البلاستيك، وببدأ برضو اساوي الاطراف. هنا بقى جهزت قطعتين العجين وقطعة العجوة، فردتهم. هجهز بقى الصينية. دي الطبقة الأولى اللي احنا فردناها، بفرد عليها طبقة العجوة. شوفوا سهلة جدا، لأن العجوة برضو بتكون متماسكة على كيس البلاستيك. شوفوا برفع الكيس بكل سهولة. وده الجزء التاني اللي فردناه. مهم جدا تكون نفس حجم الصينية عشان تسهل علينا، طبعا مش بتاخد وقت خالص بصراحة. نبدأ نساوي العجينة كده على العجوة. طبعا هي نفس المقاس، فبصراحة سهلت عليا قوي. بثبتها برضو كده بالفرادة، وبشيل الكيس. بساوي بقى الأطراف كويس قوي. نحاول نساوي كل الأطراف. بصراحة أنا يعني مش شاطرة قوي في تقطيع العجين متساوي، فجبت هنا مسطرة، وقسمت العجينة ل3 أجزاء الأول، وبعد كده بقسم الجزء التاني برضو ل3. وكل مربع من دول قسمتهم 3 قطع. طبعا تقدري تقطعيها بالشكل اللي يريحك، عايزة تعمليها مربعات او مثلثات برضو بتبقى حلوة قوي. بس انا حبيت اعمل الشكل التقليدي اللي احنا متعودين عليه في القراقيش. وببدأ كده بسكينة ارجع على نفس الخطوط تاني، عشان لما تدخل الفرن تبقى متباعدة عن بعض. احاول ابعدهم كده بالسكينة. بكون بقى مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. طبعا احنا عارفين ان النواعم المحشية بتحتاج نار عالية شوية عن النواعم السادة. فانا سبت درجة الحرارة على 200 بس. بحط الصينية في الرف العلوي. بتاخد تقريبا حوالي نص ساعة او تلت ساعة. ناخد بالنا برضو ونحرك الصينية كذا مرة في كل الاتجاهات عشان تاخد لون موحد. شوفوا بقى القراقيش تحفة بجد، كأنكم كده عاملينها بالسمنة البلدي. ريحتها حلوة قوي فعلا. يعني انا بنتي ما صدقتش ان انا عاملاها بالزيت. شوفوا كمان التسوية من فوق ومن تحت مظبوطة جدا. وكوبايتين دي شوفوا عملوا كمية كبيرة. قراقيش صحية مفيدة جدا لأولادنا، ونبعد شوية عن الدقيق الأبيض. بجد الناس بقت عندها ثقافة دلوقتي في اللي بيقدموه لأولادهم. شوفوا بقى النعومة والهشاشة والجمال. قراقيش تحفة بجد، طعمها حلو قوي. وطبعا مفيدة للناس اللي بتعمل دايت، وكمان لمرضى السكر. طبعا احنا عارفين ان دي الحبة الكاملة، وكل المخبوزات اللي بتتعمل بيه بتكون سهلة الهضم وكلها الياف ومفيدة جدا. قدميها لولادك بقى في الفطار او في العشاء. بجد حلوة قوي. ممكن برضو في المدرسة كده او في الحضانة. بجد هتعجبكم قوي ان شاء الله، وتعجب ولادكم. بتمنى بقى تجربوا وصفة النهاردة وقولي لي رأيكم فيها. دي طريقة جديدة ان شاء الله تعجبكم.
وما تنسوش بقى تشوفوا باقي وصفاتي اللي انا منزلاها على القناة للمخبوزات والوصفات اللي عاملاها بدي الحبة الكاملة. وما تنسوش كمان اللي ما اشتركش في قناتي ينزل يشترك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان توصلكوا كل وصفاتي الجديدة أول بأول. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.